ازيكم؟ تعرف ان انت لما بتسلق الطيور او اللحوم او الاسماك بعضمها انت كده بتحصل على مرقة مفيدة جدا وغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد والسيلينيوم، وكمان غنية جدا بالأحماض الأمينية الضرورية لجسمك. الشوربة دي كمان بتقلل من التهابات الجسم، والجيلاتين الموجود في الشوربة بيساعد على التئام جدار الجهاز الهضمي، خاصة بقى إن الجيلاتين ده يحتوي على جلوتاميك أسيد، وده بيساعد في تقليل ارتشاح الأمعاء. غير طبعا ان الجيلاتين اصلا مفيد جدا للمفاصل. تقدري بقى تتخلصي من زفارة الفراخ النية، وعشان بقى نطلع من الخناقة بتاعت الفراخ تتغسل ولا ما تتغسلش، ممكن تعملي زي ما شفتي في الفيديو كده، اني بغلي الفراخ 5 دقايق وبعدين بتخلص من المية وبعدين اسلقها في مية جديدة خالص. ودايما احتفظي بشوربة في الفريزر عشان تطبخي بيها، عشان ما تروحيش تستخدمي مكعبات المرق اللي مليانة دهون مهدرجة. وتقدري كمان تتخلصي من الدهون اللي اتكونت على وش الشوربة عشان الشوربة تكون بسعرات ودسم اقل بكتير. لو عجبتك النصايح اكتبي لي في التعليقات عشان اعمل لك فيديوهات تانية نصايح من واقع الحياة.